واحد كيفاش كنقول الديامونت، يعني من الندرة خصنا نحافظوا عليه. وجميل جدا فرحنا اليوم من خلال الانباء نتاع ولادو اللي قالوا بانه يعني وقع الاضراب عن الطعام بسبب ان النظام الاستعماري المغربي ضخ المطالب نتاعو، وهذو كانت حقوق نتاعو مبدئيا يتمتع بهم السجين داخل عليه. وحنا كنعتبروا دائما خصنا نتخلوا على ذاك المصطلحات اللي كيستهلكها وكيحاول يمررها الاحتلال المغربي. السجناء الريفيون ومن بينهم الاستاذ محمد جلول هم رهائن واسرى عند الاحتلال المغربي، مختطفون رهائن واسرى عند الاحتلال المغربي. وانا كنشوف لماذا الاحتلال المغربي رضخ المطالب الحقوق نتاع الاستاذ محمد جلول. كنشوف هناك ظروف يعني متعدده، من بينها اولا الجانب التضامني الهائل اللي قام به الشعب الريفي في جميع يعني صفحات التواصل الاجتماعي واللايفات وكذلك الندوات الى غير ذلك. هذا اعطى واحد الوقع سلبي بالنسبه للنظام وايجابي بالنسبه للحركه السياسيه نتاع القضيه ديال الريف. الجانب الثاني او العامل الثاني يتحدد في الوضعيه التي اصبحت يعني يا للسخريه ان العالم الان، وانا كنقصد هنا الساسه وليس الشعوب، اعطى الرئاسه نتاع واحد المجلس، مجلس حقوق الانسان في الامم المتحده، وعطاوه القزار، عطاوه يعني الديكتاتور، عطاوه اللي ما كيامنش اصلا بحقوق الانسان. وهذه تقريبا يعني مهزله، وهذه ازمه انسانيه كيعيشها المجتمع الدولي. وهنا دائما كنقصد الساسه وليس الشعوب، ولكن هذه الشعوب غدا ستنطفي على هؤلاء الساسه في كل مكان، لانها لا تمثل الشعوب نتاعها فيما يخص الجانب الانساني. لهذا هو كيشوف راسه بانه سوف يحاكم خلال هذه المده، ربما 3 سنين على ما اعتقد، صح لي اخويا نجيب، او 4 سنين وهو يترأس هذا المجلس. سيحاكم محاكمات عديده. هناك ملفات كثيره ضد الاحتلال، خاصه من طرف الريفيين ومن طرف الصحراويين ومن طرف حتى بعض المغاربه الاحرار الذين راهم في السجون نتاعو لانهم بغاو الكرامه والحريه وحريه التعبير في الارض او في الرقعه الترابيه اللي كيعيشوا فيها. هذو على ما اعتقد هذو هما جوج العوامل رئيسيان. بالتالي طبعا كاين عوامل اخرى يعني غير مباشره، يعني اللي حتى هي ساهمت في ان هذا النظام كيشوف ان الفتره الزمنيه اللي جايه غادي تاثر عليه سلبيا. وكنعرفوا بان هذا النظام ضعيف، كيعيش واحد الموت سريري، الا ان القوه الاخرى هي التي تنعشه، كتعطي له نصائح. وإذا قلنا، وهذه مسألة عادية، أن المخابرات العسكرية الفرنسية لم تبرح القصر من 1956 لحد الآن، باش نكونوا واضحين. هما اللي كيتحكموا في السياسة الداخلية والخارجية، وخاصة في الكواليس. لهذا هذا الكيان يعني الصهيوني الديكتاتوري كيعيش آخر أيامه، وراه في موت، مرحله تسمى بالموت السريري. ربما يكون قد استوفيت تجيب الجواب على السؤال نتاعك.